حاله نفسيه، ده اللي هيبان بقى من كلام مجدي لو ده ما اتكررش في اماكن تانية. بس لو حاله نفسيه بقى لها 6 شهور نمره واحد وبتجي لها بالليل بس ها طب الحاله النفسيه هتجيب الظهر هتجيب العصر هتجيب اشمعنى بالليل واشمعنى 6 اشهر واشمعنى من زمان يعني يعني كده. بس في ساعات الناس بتعلق التشخيص اللي هو مش معلوم يقول لك يا عم نفسيه خلاص. لا النفسيه دي اخر حاجه بنحطها اما نعمل كل التحاليل ونعمل كل الاحتمالات لا مفيش حل. فعلا ممكن تكون حاجه نفسيه. ناخد اتصال كمان. الو. ايوه بنتكلم مع الدكتور حضرتك. مع حضرتك اتفضل. اتفضل. استاذنك. انت وزنك كام؟ حاجه نبيها يعني مشهوره ولا انت وزنك كام يا حبيبي؟ مش عارف. طيب بص انا مش عايز اتكلم عن جرام. قول حضرتك خليك معايا انا هقول لك تعمل ايه. اشكرك جدا مع السلامه. هو صحيح العيد جاي وفي لحمه بس اشمعنى كده ان انا خازن اللحمه جوه جسمي او احطها في الفريزر او المجمده او الثلاجه؟ لا 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 اللحمه دي هتاكل اللي انت محتاجه اللي احنا صحتك محتاجاه بس والباقي مش ليك. طبعا اصلا يعني من المفترض ان هي الحقيقه مش الباقي مش ليك. يبقى انت لازم تسالي الطبيب يا طبيب انا اخد قد ايه ليا بالجرام من اللحمه؟ كيلو لجسمي؟ لا 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 وزنك كام؟ وزنك 60 انت تحتاج من 60 90 جرام بس في اليوم على حسب الوزن من جرام الى جرام ونص زياده. هو المفروض جرام بس هنزودها عشان العيد كازيون هنخليها جرام ونص فقط. يعني عارفه لو مثلا هو 70 يبقى هياخد مثلا بكتير قوي 100 جرام. يعني الكيلو هو مثلا عايش مع مراته وولاده مثلا 5 يبقى الكيلو هيتقسم 10 حتت يبقى تقريبا الكيلو هيكفيهم كل واحد ياخد حته واحده بس. لكن مش عايز بقى هيفطر بص فيها لحمه بيفطروا سندوتش لحمه عاديه وفي لحمه في النص مفرومه ده لازم وقطع اللي هي الشيء يعني حضرتك بتشوف اللحمه بكل انواعها الحقيقه وبعدين مش هيروح عند الحماتي يقولوا بص ماشي اللي انا واكل الصينيه اللي فيها رقاق بقى وبالليل وهكذا فبتلاقي ناس يكلوا 5 كيلو لحمه وبعد كده يقول ما اللحمه الضاني تقيله برضه يا دكتور. ده مثلا كل حاجه الامر عجال كل شيء. وبعدين المشكله ان لكن التلت بقى لاهل البيت برضه يا دكتور. وبعدين ما التلت لاهل البيت مفيش مانع بس مش هندور عنه لو احنا كتبنا اللحمه هيحصل ايه؟ ما انت اول حاجه بعد الشر بيجي لنا النقرس والنقرس ده الملوك وبقى دلوقتي ده كل المصريين تقريبا بيشيلوا واحد. نمره 2 احنا مش ناسيين ان احنا عندنا استعداد في العائلات المصريه زياده من النقرس. احنا ممكن ناكل لحمه قليله ودي النقرس برضه. الحاجه الثانيه ما بيشربوش ميه كتير. يبقى نتعلم برضه انا عايز اعرف ليه يا دكتور ما نشربش ميه كتير؟ مع ان النصيحه العامه ان احنا نشرب ميه كتير. ما هم ما بيشربوش. هم ما بيشربوش ميه. بس انا عايز انا اول حاجه عايزهم يشربوا ميه كتير. وهنقلل من الحاجات السوداء اللي في الاسواق دي وهنقلل من الفول كمان. الفول برضه عندهم نقص كويس والقهوه والحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه يشرب ميه. الحاجه بقى الجديده اللي مش معروفه اما نكتر من فيتامين سي يقل الحمض بتاع النقرس ده. يبقى انا عايز اهرب من الحته دي اكتر من فيتامين سي اشرب منها كتير واخد كيلو والحاجات دي كده. برضه البقدونس برضه لو كترت مهم قوي. عارف البقدونس حتى 100 جرام بقدونس فيه قد ايه فيتامين سي؟ 133 مللي جرام. 100 جرام ليمون ودي 40 بس. البقدونس ده كميه كبيره. الفكرة طلع كمان ان البقدونس يعني مفيد جدا في اشياء كثيرة يعني الجمال يعني حتى للبشرة حتى للشعر الحاجات دي. الحديد اللي فيه احسن كده. الفيتامين الف اللي فيه قريب من الجزر. حتى في الدايت يا دكتور نلاقي ان هو بيقول عشان في الياف الياف بتاعت الغنيه الياف بتساعد بشكل كبير منع للسرطان وبتخلي الواحد يشرب بالامتلاء منفوخ وكمان الكلوروفيل اللي فيه دي ماده منع للسرطان. وفي ماده جميله جدا اللي بيقول لك سعره $500 الحزمه لانها فيها ابيجين. الابيجين ده بيمنع حوالي 30% من السرطانات من اول سرطان الثدي سرطان القولون سرطان البروستاتا. بس يبقى دلوقتي يعني يقول لك تبرعوا لمرضى السرطان ده بقى اثر على الشعب كله حزن. يعني انا دلوقتي انا بمشي في الشارع مثلا بروح البيت ما باخدش ورد المدام والله حزين. لا ده بلاش كده ومسك بقدونس وسعيد جدا كان حزب البقدونس كده والبقدونس الطويل ده الدعوة لكل اللي بيشتروا دلوقتي كل واحد يدخل على اولاد انا اولادي بياخدوا البقدونس مش
ده بيمسكوه على كل زي الشجره كده، كل واحد يقول لك كده من اول العرق او بس برضه ما يمنعش يا دكتور ان مع حزمه البقدونس تاخد حاجه ثانيه من المدام. مفيش عشان بس طيب يعني زي ما قلت التغذيه السليمه لانها بتنعكس على الحاله الصحيه بشكل عام. نبتعد عن ايه في الفتره دي؟ هنبتعد بقى الفتره دي كلها ناس هيتفسحوا، والبعض احيانا وتلاقي برضه المطاعم في الغربيه فيها زحمه. برضه الحاجات دي نبعد عنها شويه في العيد، لان برضه هتزود لي مشاكل ان هتدخل لي مواد مكسبات طعم ولون ومواد حافظه، وبرضه هتدخل لي نكهه زياده، وبرضه هيعمل لي مشاكل. خلي بالنا الاحماض برضه في اللحمه برضه جحم الحماض دي والاملاح اللي فيها هتعمل لي برضه هيعلي لي حمض اليوريك ده. فوجود البقدونس بقى وجود الحاجات الخضراء والسلطات عمر ما هي في المطاعم الغربيه السريعه دي برضه هيبقى مفيد. خلينا نخلي وجبه العيد، احنا ليه ما نعملش وجبه جديده للعيد ونسميها فته 2012؟ يعني فته 2012 ايه المشكله؟ الفته بيعملوها ازاي دلوقتي الناس؟ بيجيبوا عيش ويحطوا رز ومكرونه، الشاطر فيهم بتحط شويه صلصه وتحط شويه توم، بس هو العيش والرز ده فته لحمه ورز حتى كده في الكلور، فته لحمه ورز. اعتقد لو احنا بصينا عليها فته لحمه ورز يعني هو عيش نشويات وعيش وعليه الشوربه بتاعته وعليه رز وعليه سلطه عشان نخليها وجبه كامله. والسلطه بقى سلطه بس هو الفته ممكن تحط عليها بقدونس برضه يا دكتور. برافو. لا دي ناخد اتصال تليفون. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. لو سمحت ممكن اخذ رقم الدكتور يعني بعد اذنه؟ طيب انا استاذن حضرتك هرجعك للكنترول، والكنترول هيدي لحضرتك رقم دكتور مجدي بس مش هينفع على الهواء. اوكي شكرا ليك، مع الف سلامه. شوف حضرتك طبعا ايه هو انا الحمد لله انا معلوماتي مجانيه وموجوده في النت تقريبا النهارده. دي فايده لحضرتك. بس يدخلوا عليا معلوماتي كلها متعدده يعني اكتبوا على جوجل بس كده يكتبوا عليها النهارده وهو كمان اسمه يختار اللي هو عايزه، عايز مجد بالرغم مناعه، مجد بالرغم حساسيه، مجد بالرغم بروكلي مكتوب. يعني في حوالي 15 قائمه ليا في الجوجل، يختار اللي هو عايزه. حالات مصنف كل حاجه. انا مصنف الميديا اللي مصنفاها. فدي بتدخل عليها مجاني وكل معلومات مجاني، حتى اتصال عليها سهل جدا، التواصل مع كل مجد بالرغم وزي ان شاء الله ممكن نرد عليها في اي شيء ان شاء الله سهله يعني. باذن الله. طيب بنرجع بقى مره ثانيه للنيورك في 2012. لا انا عايز حاجه ترفع المناعه. مش عايز نجيب توم. يبقى انا لو حطيت التوم على الفته، لو حطيت بتاع بالقولون يا دكتور. طب بلاش خدي بصل. ما هو في الدكتور بيلبس ابيض، في اغذيه بتلبس ابيض برضه. يبقى انا عندي البصله والثومه وراس الفجله وراس الخسه واللفته والفجله، الحاجات دي كلها هتأدي الغرض. خدي اي واحده فيهم، هديك مضاد حيوي وضد البكتيريا وضد الفيروسات، ينزل الدهون ينزل الضغط، الحاجات دي كلها والالياف اللي خايف عايز يبقى الحاجات دي كلها موجوده. الحاجه الثانيه برضه جميله، ليه ما ناخدش البصل بالوان، البصل الاخضر وكده والطماطم، يبقى السلطه مفيش مانع، ونحط كمان زيت الزيتون. ليه بقى؟ لان الدهون اللي في اللحمه تبقى حتى لو مستخبيه، يعني في ناس بتحب الدهن وفي ناس تقول لك لا بحب الحته الحمراء، وبيعتقد برضه الحته الحمراء مفيش دهونات فيها مستخبيه بس مش اوفر يعني او مش كتير. بس ممكن يكون برضه الكتره والتنوع طول النهار وهيعمل. فلو خدت بقى جنبها زيت الزيتون، الدهون المفيده بقى دي بقى زيت الزيتون مثلا، زيت المكسرات، يبقى اللوز دي بتبقى زيت الحار، الناس ما بتحبوش بس يا ريت يحبوه. الفايده بتاعته هتقلل من الدهون دي، هتقلل من ارتفاع الدهون الضاره وترفع من الدهون المرفوعه وتفرمل ارتفاع للاسف السموم الموجوده في الدهون المشبعه دي. طيب ناخد اتصال. اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور ده؟ لو سمحت يا دكتور انا عندي يعني موضوع كبير شويه معلش. هو بالنسبه لبنتي عندها 10 سنين وبقالي سنه بجري بيها موضوع ان هي عندها روماتويد. ما اعرفش ده يعني حضرتك. بص لا انا طبعا انا هنصحك تروح انا لفيت بيها. هدي اعصاب. اصل بصي الروماتويد ده في تخصص اناس تخصصي بس ما بحثت عندها في اي تحليل يا دكتور. طيب حاولي تعملي حاضر. طيب شكرا. هو في حاجه اسمها الحساسيه اصبحت هو حساسيه، والحساسيه اصبح فيها تخصصات.
انا من جوه الحساسيه، انا تخصصي حساسيات صعبه العلاج نمره 1 و2 ونقص مناعه. نمره 3 في حاجه ثانيه في علم الحساسيه والمناعه اسمها المناعه الذاتيه. 80 مرض. والمناعه بقى فبرضه ليها خبراء، يعني بيقعد بيعيش لايه؟ الخبير بتاعه. طيب ناخد اتصال. تحت الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. سؤال حضرتك ايه؟ استاذنك بس وطي صوت التلفزيون لو سمحت. حاضر حاضر. شكرا. ألف سلام. عندها 20 سنة وبيجي لها في صوابع ايديها بتنشف وبتشقق. لا ما بتغرشهاش. طب سؤال تاني بقى، شعرها بيقع ولا كويس؟ لا انا اللي بهرش. لا ألف سلام. طب خلينا في البنت دلوقتي. البنت انا البنت شعرها بيقع. طيب يبقى واضح عندك خلل في التغذيه. خلل في التغذيه مصلك على الجلد والمناطق دي كلها. سهله. سهله. حاضر هقول لك الحاجات بتاعتها. حاضر. طب اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. اتفضلي. عندي شعرها وهي طفله. عندها 10 سنين كان شعرها ناعم جدا. دلوقتي بقى خشن وقصير وبيقع. شعرها خشن جدا بقى. هي عندها حساسيه في الانف ولا حاجه في العين؟ عندها حساسيه في الانف؟ لا يا دكتور. طيب لا كملي. اوكي بشكرك جدا وحالا نعرف راي دكتور مجدي. الف سلام عليك. شكرا ليكي. مع ناس كثيرة جدا بيبقى عندها الحكايه دي، يبقى عمره ما كان جوزها، عمره ما كان بطاطا، ما بتحبش الفلفل، بتحب عارفه زمايلنا اللي هم الاطباء الفرد كان زمان في كان يجي عشان اليوم يقعد يحلله يقول له قول لك انت